سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان. المهم البارح كنت انا خارجه، بابا عيط لي قال لي بغينا تبقى معانا ونشوفوا لا اكل مزيانه ونديروا لها لي كور وكلشي. ومهم بقى بابا تيهضر معايا بزاف وانا بقيت يهضر معايا، بديت تنقول له في الاول كتنقول له لا لا، من بعد بديت تنقول له صافي والله ما عرفت انا غادي نرد عليك. صافي فاش قدرت وانا نقولها للبنات ونشوف الراي ديالهم كيفاش، لحقاش انا عندي البنات من فوق 24 عام. ما عنديش بنات صغار، يعني فاش غادي تحطي لهم شي حاجه بحال هكا هما غادي يفهموها، هما غادي تلقاهم بزاف البنات فايتيني، بزاف البنات عارفين يقدروا ينصحوني على بزاف ديال الحوايج. صافي حطيتها كما تشوفوا البارح، واخا نبقى نازله النهار كامل ولا ما عرفت شحال ما غاديش نقدر نكمل الاخر. المهم عرفتي البارح كامل وانا تنقرا. المهم والله العظيم زعما انا كنت لا ديسيزيون زعما راني عارفاها، ولكن كنت باغا نزيد نسولكم. بزاف الناس قالوا لي حسن تبقى مع والديك وهذا. عاوتاني كاينين شويه ديال البنات يقولوا لي تبقى معاك، ولكن نقول لكم انا من الاحسن شاد كيف ما كانت الظروف. واخا دابا حقاش دابا انا بحال مقسومين فيا جوج الحوايج، نخرج نخدم برا وفي الدار نورمالمون. واخا كيك الام خص تكون في الدار كثر، ولكن انا واخا ما تيمكنش ليا لحقاش تنكون تنخدم برا بزاف من بعد تندخل للدار. ولكن تنحاول ندير ليكيليبر، ما غاديش نقدر نديرو 100%. لحقاش فاش تكوني بحال مقسومه على جوج تكون شويه قاصحه واحد شويه، ولكن ان شاء الله مع الوقت كلشي غيدوز. وانا واش هضره داز علينا بزاف الحوايج فاش كانت بابي، دزنا منهم بجوج. وعاوتاني فاش جيت للمغرب جبتها معايا. فاش جبتها معايا بقيت معاها في الاول، من بعد فاش جيت لكازا ما قدرتش نجيبها معايا، لحقاش هاد كازا مدينه كانت اول مره انا غادي نجي لها، ما فيهاش كاع نهائيا العائله. بقيت في كازا وصافي ما قدرتش نجيبها معايا، لحقاش انا ما كنت عارفه حتى شي حاجه. من بعد انا كنت ديك الساعه باغا ندير داك المحل ديالي، لحقاش انا ملي ما عمري ما كنت قلت لكم بلا انا راه كنت غادي نحل غيستو في بن قرير، ولكن بن قرير مع مدينه صغيره خفت بحال غادي ووالديا حل الريستو بحال غادي ننافسهم، كنت غادي نحلها في جنان الخير. وكنت كريس وكل شيء، وكانت جات عندي لاختي ديك الساعه من كازا وهذا وشافت المحل، وكنا زعما صافي قربنا نتفقوا، لكن ما قدرش نكمل الصراحه في داك المحل. هادشي علاش قلت خصني نبعد واحد شويه. قلت في الاول مشيت نسكن في مراكش حدا الدار، وكاين مرات تجيني مدينه زعما ما نقدرش نسكن فيها، نقدر نمشي ندور فيها تعجبني بحال هكا وصافي. من بعد جيت سكنت في كازا. فاش جيت سكنت في كازا ديك الساعه انا ما قدرش نجيب لبنتي شي وحده اللي تبقى معاها وداكشي، وانا ما عارفاش كيف مثلا كون كانت هذيك البنت معايا انا مده طويله عاد نجيب بنتي ماشي مشكل، نكون عارفه ديك البنت كيفاش دايره. ولكن باش نجيب بنتي مع وحده ني شنحطها وانا اصلا كازا ما عارفه لا منين ندوز لا منين ندخل لا والو، ما يمكنش. ولكن دابا واخا كما كان الحال الا كانت شي حاجه تنعيفتي المهم تنعرف الناس واحد شويه. صافي كملت المحل ديالي تنمشي نخدم فيه، تنرجع للدار تنخرج شويه مع الناس تنعرف شويه عاوتاني تنرجع. المهم بحال هكا الحياه ديالي، يعني انا وليت بحال الحياه ديالي وليت مقاده واحد شويه. دابا شا تنقول من الاحسن بنتي تبقى عندي كيف ما كان الدور وكيف ما كانت الحالات. وحنا صبرنا مع والدينا فاش كانوا تيكونوا في الازمات ولا تيكونوا في الاخر، حتى ربي تيسهل في الاول، حتى هي غادي تصبر معايا وكلشي. انا ماما تبقى معايا كيف ما انا بقيت مع ماما وماما بقات. المهم دابا انا يلاه فطرت، ها نتوما يلاه فطرت. كنت دايره هنايا هاد في الصباح فاش فقت قاديت القصه خلتها بوحديتها وصافي درت ليها هاد الرولو هذا بحال هكا ودورتها وقاديت درتها كامله جمعتها هذه. شي علاش تجي بحال هكا تجيني مزيانه. صافي درت قبيله هذا ديال لونتيسير واحد شهرين وشي حاجه باش درتو في الاول ما كنتش نديرو مزيان، ولكن من بعد وليت نقول غادي ناخذو من قبل فاش نبغي نفطر غادي نديرو بحال شي تخيطلو، وعاوتاني فاش نبغي نعس غادي تندير غير شويه بحال هكذا هو تيدار. الصراحه انا لقيت عليه نتيجه، لحقاش انا كنت درت قبل خيوط المونو زوينين بزاف. كانت عندي انايا هنايا كان عندي زريق، وهذوك خيوط المونو فاش ديريهم مشكله فاش تكون شي وحده خاصك ديرهم الا كان عندك الكونجي ولا شي حاجه هما زوينين. فاش كان عندك تيكون عندك الكونجي ديرهم، حقاش فاش ديرهم هو بحال شي تخيط مجهد، هو بحال شي تخيط مجهد ديرهم تبين لك الزروقيه كامله، ولكن تحيد لك من بعد صافي ما نقدرش نعاود ندير شانيل كوني صيفطتك مع شان.
من بعد ما قدرتش نعاود نديرهم لحقاش انا ديما تنصور، ديما تنمشي للمحل بزاف د الحوايج تنخرج تنبقى دايره ننتظر الناس تشوف الزروقيه بحال ضاربك شي حد اللي تيوقفك تيقول لك مالك مالك مالك. انا ما قدرتش نديرهم، بحال شي وحده تاخذ كونجي سيمانه شي حاجه بحال هكا كديرهم واخا زايدين في الثمن، ولكن الصراحه زوينين دوك خويا المورا. صافي مؤخرا بديت تندير هذا ديال بلوفيف، تندير غير شويه بحال هكا تنديرو في الثلاجه صافي راه هو فيه هذه ديالو. دابا انا راه دايره دابا بغيت نوريكم حقاش بزاف د البنات مؤخرا كانوا قالوا لي لحقاش كانوا جاوني لا ما عاودتش نقدر ندير خويا المورا، ما قدرتش نديرهم. صافي انا نقول غادي ندير شي تريتمون. جربت واحد قبل من هذا ما الصراحه بحال خويت الماء في الرمل هذا لحقاش فيه الكافيين فيه بزاف ديال الحوايج. وتندير هذا السيروم هذا دابا راه شهرين وشي حاجه هو عندي هذا السيروم. هذا السيروم تندير منه نقيطه تيدوز. دابا هذا تقدر تزيد دوز ليا واحد الشهرين. صافي ندير شويه بحال هكا. هذا راه فيه ريتينول فيه بي 3 فيتامين بي 3. صافي المهم هادشي اللي كاين. انا دابا غادي نوض غادي نشوف البيت، غادي نشوف دوك الحوايج ديال الخيوطه داكشي ديال الشهر غادي نحيدهم ليها. وانا عاوتاني غادي نحيد شي حوايج ديالي، غنشوف لي حوايج ديال الدخول المدرسي، وغادي نشوف ان شاء الله السبت ولا الحد غادي نمشي نشوف السبت ولا الحد غادي نمشي نشري لها شي حوايج المدرسه. اخر مره كنت خديت لها حوايج من تيمي ولا ما عرفتش شنو سميتها هذيك، كانوا شي حاجات زوينين شي حاجات ما زوينينش، ولكن الصراحه بغيت من الاحسن نمشي ناخذ لها بيدي بلاصه بقيت تسناي وداكشي تتزيدي غير واحد 200 درهم زعما اللي تتزيدها في هنايا في ال سي واي كيكي ولا شي بلاصه. اللهم صافي بلا ما تبقى بنادم يحمق راسو شو الحاجه بيديه وصافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي ناويه انا دابا وصافي. غنحط لكم واحد التصاور. شوفوا اقسم بالله حتى لي زانفلونسور سينفو قسما بالله. انا كنت تندور في انستغرام شفت واحد البنت وفاء حتى واحد ستوري تهضر على شي مكتبه الكتوبه وداكشي كامل. صافي دوزتو انا ما صافي دوز ما ديتهاش في داكشي. المهم انا فاش وصلت الدخول المدرسه صيفطوا لي راه ليست ديال الكتب وانا نقول دابا واش انا غنمشي للمكتبه نمشي نجيب داكشي وهذا وانا ما عمري ما مشيت شفت زعما الكتوبه مولفه الكارطابل داك ملونات وكلشي لحقاش بنتي انا غادي ندخل للسابي. المهم صافي وانا نصوني لها قلت لها الو قلت لها وفاء لاباس هذا قلت لها عطيني الكتاب عطاتني انستغرام ديالهم تواصلت معاهم. ها هو السيد دابا في الصباح قال لي رجعنا لك الكتوبه كاملين بقى لك غير واحد القصه. قال لي واش راه زعما تنغلفوا وكلشي الا بغيتي تغلف راه تزادك 70 درهم. قلت له خويا غير زيد انا اصلا راه غلفت لها نخسر لها الكتوبه نخسر لها كلشي. قلت له خويا ماشي مشكل غير غلف. قلت له دابا واش توصل غنمشي انا ناخذ ولا غادي نجي. صراحه نتوما والله حتى لي زانفلونسور تيعطيو واحد لي برون لي زوينين وحتى حنايا راه براسنا فاش نحتاجو شي حاجه تنعيد تنحطو ستوري وتتنفعونا. انا بعدا قسما بالله فاش نسولكم تاكم بصح نحتاجو بصح البنات يوريوني. المهم هذه الدنيا حنا لبعضياتنا والواحد هو اللي خصو يكون نيشان ما يكذبش لحقاش الا الواحد كذب المره الاولى والمره الثانيه الناس ما تبقاش تثيق فيه. الناس غادي بحال واحد الكريديبيليتي المصداقيه غادي تبقى تمشي واحد شويه بشويه. وهادشي اللي خايب الواحد خصو يكون نيشان جود واخا شي حاجه تضرو ماشي مشكل يكون جود. واخا بزاف الناس ما يعجبوهمش خصو يكون جود. ما كاينلاش الواحد يبقى غادي تيدير بحال هكا. المهم هادشي اللي كاين. انا دابا راه دخلت للبيت راه هي شاد عقلت على التصوير عطاو لها في الاخر في الكول داروها لي هي باقا تما حتى تحيدها تيعاود يمشي لها السكوت نعاود نردوه.